بلغني أيها الملك السعيد أن لما الصياد راجع العفريت وقال: اعف عني إكراما لما أعتقتك، فقال العفريت: وأنا ما أقتلك إلا لأجل ما خلصتني. فقال له الصياد: يا شيخ العفاريت، هل أصنع معك مليحا فتقابلني بالقبيح؟ ولكن لم يكذب المثل حين قال: فعلنا جميلا قابلوه بضده، وهذا لعمري من فعال الفواجر. فلما سمع العفريت كلامه قال له: لا تطمع، فلا بد من موتك. فقال الصياد: هذا جني وأنا إنسي، وقد أعطاني الله عقلا كاملا، وها أنا أدبر أمرا في هلاكه بحيلتي وعقلي، وهو يدبر بمكره وخبثه. ثم قال للعفريت: هل صممت على قتلي؟ فقال له العفريت: نعم. فقال له: بالاسم الأعظم المنقوش على خاتم سليمان أسألك عن شيء وتصدقني فيه. فقال له العفريت: نعم. ثم أن العفريت لما سمع ذكر الاسم الأعظم اضطرب واهتز، وقال له: اسأل وأوجز. فقال له: كيف كنت في هذا القمقم، والقمقم لا يسع يدك ولا رجلك، فكيف يسعك كلك؟ فقال له العفريت: وهل أنت لا تصدق أنني كنت فيه؟ فقال له الصياد: لا أصدق أبدا حتى أنظرك فيه بعيني. أنظرك فيه بعيني في القمقم. فانتفض العفريت وصار دخانا صاعدا إلى الجو، ثم اجتمع ودخل في القمقم قليلا قليلا حتى استكمل الدخان داخل القمقم. وإذ بالصياد أسرع وأخذ السدادة الرصاص المختومة وسد بها فم القمقم، ونادى العفريت وقال له: تمن علي أي موتة تموتها، لأرمينك في هذا البحر، وأبني لي هنا بيتا، وكل من أتى هنا أمنعه أن يصطاد، وسأقول له: هنا عفريت، وكل من طلعه يبين له أنواع الموت ويخيره بينها. فلما سمع العفريت كلام الصياد أراد الخروج فلم يقدر، ورأى نفسه محبوسا، ورأى عليه الطبع خاتم سليمان، وعلم أن الصياد سجنه في سجن أحقر العفاريت وأقذرها وأصغرها. ثم أن الصياد ذهب بالقمقم إلى جهة البحر، فقال له العفريت: لا لا أرجوك. فقال الصياد: لا بد من ذلك. فلطف المارد كلامه وخضع وقال: ما تريد أن تصنع بي يا صياد؟ فقال: ألقيك في البحر إن كنت أقمت فيه 1800 عام، فأنا أجعلك تمكث إلى أن تقوم الساعة. أما قلت لك: أبقيني يبقيك الله، ولا تقتلني فيقتلك الله، فأبيت قولي، وما أردت إلا غدري، فألقاك الله في يدي، فغدرت بك. فقال العفريت: افتح لي حتى أحسن إليك. فقال له الصياد: إنك تكذب يا ملعون، أنا مثلي ومثلك، مثل وزير الملك يونان والحكيم روبيان. فقال العفريت: وما شأن الملك يونان والحكيم رويان، وما قصتهما؟ وهنا أدركت شهرزاد الصباح، فسكتت عن الكلام المباح. بكرة قصة جديدة، تصبحوا على خير.